بسم الله الرحمن الرحيم. حكم اللقاء الكابتن نواف يطلق صافرة بدء الشوط الثاني. حتى الآن لا ألمح لوحة للتغييرات في الهلال. محاولات هلالية، الشلهو والملهمسون قوية جدا ولكنها إلى يد حارس المرمى. حلوة المراوغة من والهمسون لعثمان العساس، ولكن كرة لحارس المرمى جلال بصري يعيدها للخلف إلى الشلهوب. الشلهوب يتقدم وسط انتظار للمساندة، يبحث عن العابد، يمرر حلوة للعربي. هذا الثاني، يا عيني عليك، حلوة التمريرة الذهبية وحلو الهدف في وقته ومع أول لمسة. وينك يا العربي من أول؟ بالعربي الهلال يتقدم بهدفين لهدف، 2-1 لصالح الهلال بعد هذه التمريرات الجميلة والرائعة من الشلهوب. شوف إعادة، يا حلاوتك، حلوة واللعبة، يا سلام يا سلام على اللعبة اللي دايرك، ما تحتاج يعني أضاع الكوري أسهل منها. ومع ذلك كنا نشاهد العربي يسجل الهدف الثاني للهلال. عادها الحين نبغى الثالث معه، يعني لن يكون مطمئنا بلا شك. هدفين ودنا بالثالث على تنفيذ عرضية خطرة أمام المرمى، ومرت ملعوبة بشكل حلو من ديغو تارديلي إلى فرهاد مجيدي ومرت إلى خارج الملعب. كرة ذكية أستطيع أن أقول في غفلة من دفاع الهلال عنها. شوف ذكية جدا، وين وصل المهاجم؟ حتى لو كان في التسلل بمثل هذه الأخطاء يجب أن نتابعه. خلص محمد، تعود للهلال على يساره العربي وحده، شوت يا كابتن، برافو، حلوه من العربي، حلوه من العربي هذه الفرصه والى يد حارس المرمى جلال، جميله جدا من العربي. شوف اعاده حلوه ايضا من سالم الدوسري، مهم استخلاص الكره، اعاده لها حلوه جدا. الهلال سجل له عادل رماش، والعربي كره ملعوبه لنواف العابد، يبعث عن حلوة أمام المرمى ومرت، يا عيني عليك يا زوري، برافو، حلوة من الزوري، قال أنا غلط في التعادل أجيب لكم الثالث، وبالفعل الثالث يسجله الهلال في مرمى العربي القطري بقدم عبد الله الزوري. حلوة، ترجعونك مدافع من الظهير وتجيب جول، والله برافو، مو سهل الزوري اليوم. حلوة يا عبد الله، انتبه يا مرشدي تطير عليك الخانه بعدين. اذا الزوري حلو يا سلام عليك يا ولد يا لعيب، هذه كره القدم، استقبل وشوت، فعل ما لم يفعله المهاجم الكوري اليوم عبد الله الزوري. يا عيني عليك يا ولد، هذه كره قدم فعليه. عبد الله الزوري يسجل اذا 24 سنه 75. ان شاء الله الهلال اذا ما فاز سيكون مرتاح اكثر، زي مباراة الشباب الاماراتي قادمة يجب ان يفوز فيها بعد توفيق الله. كرة عرضية خطرة جدا امام المرمى، كنا نتحدث عن المحافظة على المرمى وبالتالي قلص الغراف القطري الفارق. كنا نتحدث عن المحافظة على المرمى وهنا قلص الغراف الفارق الى هدف، وهذه مشكلة اليوم يعاني منها الفريق الهلالي. هذا صفر وجا في جول، وهذا صفر بعد ما جاب الجول. لم يفعل الغرافة شيئا لتسجيله. لعبة عرضية وجاءت امام المرمى ليعادل النتيجة او يقلص الفارق. الحقيقة الغرافة 3-2. اللقاء ملعوبة جهة اليمين، العابد يمرر والهمسون يهيئ له، يلعبها جميلة يا ابو حميد، يا ابو حميد هارد لك معليش، بس هات الجانب الدفاعي مرة اخرى. الدقيقة 88. شوف اعادة لها، لمحة سابقة، شوف ولا احلى منها، والهمسون لو ما حل شوتها في المرمى. لكن اخيرا كره سريعه لصالح الغرافه، ملعوبه جهه اليسار، خطره جدا. اوه 3-3. شوف ركله جزاء، هاي شراحيلي. الهلال الغرافة والهدف الثالث يسجل العساس ليعلن عن التعادل بين الهلال والغراف القطري
ب3 أهداف لكل منهما في مباراة نستطيع أن نقول أضاعها الهلال أكثر من أنه حققها الغرافة. هذا ما لدينا أحبتي الكرام، حفظكم الله أينما كنتم، وبرافو للغرافة، برافو للهلال، واللقاء إن شاء الله نأمل أن تكون اللقاءات القادمة أفضل للفريق الهلالي مما هو حاصل. دعواتنا للاتفاق.